بكره ان شاء الله زي دلوقتي هاجي واخد هايدي وننزل مع سيف نشتري الدبله ونقرا الفاتحه. ان شاء الله هعمل لك فرح انت وسيف تحكي وتضحكي بيه وسط البلد كلها. سامحني يا بابا، انا ظلمتك معايا وحطيت راسك في الارض، كان لازم اخلصك من العار والفضيحه. الاول ازيك يا عزه، عامله ايه؟ الحمد لله كويس. ده انا اللي هسلمك لعريسك بايدي. عزة الثاني. أنا دايما كنت بدعي ربنا إني ما أموتش قبل ما أشوف ابني ويسامحني. يابا انا لله وانا اليه راجعون. مرزق من يومك ابو السلكان، الدهب في ايدك يبقى تراب. ومساء الفل عليكم، وحفل توزيع جوائز الموسم الرمضاني الجميل لقناة المنصة اللي فيه تمثيل خطير جدا ومشاهد جميلة جدا جدا جدا. موسم تاريخي من مسلسلات رمضان. خلينا نبدأ بالمشهد الأول معانا والجائزة الأولى معانا، وجائزة أذكى زوج في تاريخ الدراما المصرية. انا غلطت غلطه عمري لما طوعتكم اتجوزت ميادة. امي ارجوكي خلصيني من اللي انا فيه ده. ما اعرفش اطردوا معاها وخدوا الفلوس، طلقوني منها، اي حاجه. لو كلمت هتكسر قدام الناس وهترمي عليها اليمين. مش عارف اعمل ايه عشان العصمه في ايديها. سيوفة حبيب قلبي، العصمة في ايديها دي يعني هي ينفع تطلق نفسها؟ مش عارف اعمل ايه عشان العصمه في ايديها. وده ما بيمنعش ان الراجل يطلق عادي. انت ماهر كان بيسقيك خمره مغشوشه ولا يا معلم؟ ابنك ده ما يلزمنيش، انت طالق يا سيف، ابنك طالق. ده انتوا مصممين بقى. ابنك طالق. ونروح للمشهد اللي بعد كده، وجايزة أقوى بلوت تويست في تاريخ الدراما المصرية. علي كلاي لما عرف إن روح اتكلت على الله ساب شعره ودقنه وقضاها تشرد في الشوارع لدرجة إن هو هيمن على نفسه، عربية خبطته. طمني عليه يا دكتور. عنده ارتجاج بسيط في المخ وكسر في القدم وسحاجات وإصابة في الجسم. ليه ايدك عني؟ بقولك خليك محترم. رجله مكسورة وبيمشي بعكاز، وقام دور الضرب في الرجالة عادي جدا. وده لان علي كلاي قوته في قلبه مش في دراعه. الرجولة أدب مش هز كتاب. وروح طلعت ما حصلهاش اي حاجه، وعادي عايشه معانا وقاعده بتعيط جوه بانيو في خرابه وربطنا بجنازير علشان ما تعضش حد. وشوف جمال البلوت تويست، علي كلاي هيرجع يلعب بوكس تاني وهيكسب، وروح هتخرج من البانيو وربنا هيكرمها، وسيعيش الجميع سعداء في هذا المسلسل الامور. احنا قدامنا هدف ولازم نوصل له. انت قادر. بص لي. Go and win. You are my hero. You're my hero. ونروح للمشهد اللي بعد كده، وجايزة أكتر طفل مؤدب في موسم مسلسلات رمضان. ويستحق الجايزة دي بجدارة خير ابن درش. الواد لا بيعيط ولا بيرفص حتى، ونايم طول الوقت. حبيبي بسم الله ما شاء الله عليه، وما بيكبرش برضه. حبيب جدو. مفيش اي حلقه الواد ده كبر شويه فتح عينيه، الواد نايم طول الحلقات المسلسل في كل ظهوره ما شاء الله. طفل مؤدب يا جماعه، طفل جميل، يعني ندعي ان اطفالنا كلهم يبقوا زي الواد ده. تعملوا ايه؟ بنلعب خير. تعال بره. وحتى لو رياض الخولي جنب ودن الواد في احد المشاهد رقعوا حنجره من اللي بتوقع الدهان من على الحيطان. ايه غسان؟ بقول لكم ايه؟ الأوضة دي متحرمة على البيت باللي فيه. الواد بسم الله ما شاء الله عليه جميل نايم، حتى لو رياض الخولي سرعه الواد ما يفتحش بقه. يلا غور منك فيه، يلا يا حياتها. يعني انا شاكك انهم بيخدروا الواد ده قبل التصوير، لان مفيش طفل في العالم بيفضل نايم ورياض الخولي بيزعق جنبه. ايه غسان؟ نروح للجائزه اللي بعد كده، وهي جائزه افضل ستايلست في رمضان عن بلوفر المواطن الكادح الكحيان ملا، واللي هياخدها عمرو سعد من مسلسل افراج، ويشاركه ويشاطره في هذه الجائزه لانه لابس نفس البلوفر محمد محمود في مسلسل بابا ماما جران، وبرضه بيشاطرهم هذه الجائزه، برضه ما سابهمش لوحدهم الفنان محمد لطفي بنفس ذات البلوفر. انا مش فاهم ايه السر في البلوفر ده. الاسطوره دي بالذات بقى انا مش عايزها تتم، عايزها تموت قبل ما تتولد. البلوفر ده ظهر في رمضان اكتر من ممثلين، في ممثلين واخدين بطولات في رمضان ظهروا اقل ما البلوفر ده ظهر، وفي ناس تانية ظهروا بالبلوفر ده بس بالوان تانية، يعني في مشتقات البلوفر ده. في كحلي منه انا شفته لمحته كده في مسلسل عرض وطلب، لمحت نفس النقشه بس على كحلي. أنا نديم البحيري أهم ستايلست في الشرق الأوسط. ونروح للجائزة اللي بعد كده، وهي جائزة شاعر العرب، واللي كان فيها منافسة على أشدها بين الفنان أحمد العوضي. ما هو اللي ما بيجيش بالجد بيجي بالهق، ولكن حسمها في البلاس 90 مصطفى شعبان بأقوى قول مأثور اتقال في رمضان السنة دي. صاحب الحق ما بيفتريش وقلبه ما بيهبش مفتري، فاللي ناوي على ده كان يدور له في المقابر على سكن.
عنترة بن شداد يضرب نفسه بالجزمه ناو بعد القرف اللي هو سمعه. لك تروح الساعة. ونروح للجائزه اللي بعد كده وهي جائزه اعلى مسلسل مشاهده في موسم رمضان 2026، ودي اللي ياخدها بجداره وعن استحقاق مسلسل وننسى اللي كان للفنانه ياسمين عبد العزيز. انت مركز؟ انت بتكلم مين؟ وبتقول ايه؟ اللي اصرت وجمعت كل الادله والبراهين اللي تثبت المسلسل بتاعها اعلى نسبه مشاهده في رمضان، ولدرجه انها جابت احصائيات من اسبانيا ان المسلسل بتاعها من اعلى المسلسلات مشاهده في اسبانيا. فمن منطلق هذه الاحصائيات والبيانات الدقيقه جدا احنا بنقول ان مسلسل وننسى اللي كان هو اعلى نسبه مشاهده في رمضان وخاصه في اسبانيا. يا راجل من غير حلفان ما باين على وشك. ونروح للجائزه اللي بعد كده وهي جائزه لا من شاف ولا من دري، واللي يستحقها بجداره مسلسل على قد الحب بتاع نيللي كريم. المسلسل ده انا لا شفته ولا اعرف حد شافه، ولما بسال اي حد يقول لي ايه المسلسل ده انا ما شفتوش اصلا ولا حد مهتم يشوفه. مسلسل 30 حلقه اساسا. خلاص بقى عديها. مسلسل غريب لا حد شافه ولا سمع عنه ولا حتى حد مهتم يشوفه بعد ما الموسم يخلص. فمن موقعنا هذا يعني هنكرمه وهنديله جايزه لا من شاف ولا من دري. مبروك لجميع صناع المسلسل. بارك له اخوك ابو جبل، باركوا له. ونروح للجائزه اللي بعد كده وهي جائزه افضل مأذون في رمضان، للمأذون اللي ظهر في تقريبا معظم مسلسلات رمضان او 3 من مسلسل رمضان لحد ما انا شفت. ظهر في هي كيمياء. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، زواج مبارك ان شاء الله. وبعد ما خلص في هي كيمياء راح كتب كتاب علي كلاي شخصيا. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، زواج مبارك ان شاء الله. وما اكتفاش بكده برضه راح كتب كتاب آسر ياسين ولينا الشربيني في الحلقه الاخيره من مسلسل 2 غيرنا. انا شاكك ان الراجل ده مأذون حقيقي غالبا وجايبينه، مش عارف الراجل ده انا ما شفتش مأذون غيره السنه دي تقريبا. كل ما افتح مسلسل الاقي حد بيتجوز الاقي الراجل ده. في جوازه ثانيه ان شاء الله. وايدك كده يا غالي وخدها بسرعه، اعمل لايك من زرار اللايك اللي تحت واشترك معانا في القناه. شوف لك فيديو او 2 عجبك الكلام كمل، ما عجبكش بقى الاشتراك كده ما بيلزقش. ونروح للجائزه اللي بعد كده معانا جائزه صفحه الوفيات من مسلسل علي كلاي واللي يستحقها بجداره. مسلسل علي كلاي ده ما شاء الله كل حلقه في حد بيتوفى او بيتضرب بمطوه او بيتضرب عموما. فاتن عمة علي بتتضرب بالفازه على دماغها وبتتوفى. يا نهار ابوك يا اسود، انت عملت ايه؟ هايدي بتعلق نفسها في النجفه وبتتكل على الله وتحصلها. سامحني يا بابا، انا ظلمتك معايا وحطيت راسك في الارض، كان لازم اخلصك من العار والفضيحه. اخو روح بياخد شومه على دماغه. يعني هي مش على دماغه قوي، هي الشومه كانت في الارض بس المخرج قرر يفلسعه بدري. في ده حتى عزة الغلبانه اللي كانت بتظهر في مشهد او 2 خدت برضه سكينه مطبخ في فوق من المعده واتكلت على الله. عزة والمص في اول المسلسل رزعت فيروز ام علي بالمفتاح الفرنساوي على نافوخها. كان جاي مشهد كده فلاش باك. يا نهار اسود انت قتلتيها. حتى الطفل ابن صفوان اربع برطمان البودره على بق واحد وفلسع هو التاني. كفايه بقى يا اخي، انت ما بتحسش؟ يا ريتني ما سالتك. عزازي برضه اتكل على الله وركب قطر 6 إلى تلت مع صفحه الوفيات دي. انا دايما كنت بدعي ربنا ان ما اموتش قبل ما اشوف ابني ويسامحني. يابا انا لله وانا اليه راجعون. المخرج ما يغمضلوش عين انه يعدي حلقه كده من غير ما يموت له 2 3. ثم مات المنتج والمخرج، وحينما عرض هذا المسلسل في التلفزيون مات المشاهدون جميعا. ونروح للجائزه اللي بعد كده وهي جائزه الظهور الخفي من مسلسل درش. الظهور لعائلة الوكيل. مسلسل درش بكر وهلال اخوات حسنى المفروض عندهم عيال وبيتجاب سيرتهم كتير في الحلقات، بسمع يقولوا عيالي وولادي وكده. بصراحة مش عارفة هي جايبة القلب الجامد ده منين. ده انا لو بنت من بناتي عيطت بجري بقى على الدكتور. بس ولا مره في ولا مشهد شفنا العيال دول، رغم ان المفروض ان هم عايشين في البيت اللي هم قاعدين فيه ده. عمرنا ما شفنا عيل من عيال بكر او هلال دول ظهر في اي مشهد. مش عارف تقول لابوك ان ده ورق البت تقى، كان رايح ينقل البت تقى من المدرسه. بيجي سيرتهم، بيجي كلام عنهم في المسلسل، لكن احنا ما بنشوفهمش. الظهور واو مين. ونروح للجائزه اللي بعد كده معانا وهي جائزه افضل ممثل في موسم مسلسلات رمضان 2026 وياخدها بجداره الفنان محمد رجب. وصراحه الاستاذ محمد رجب صارف ومكلف في المسلسل، في البدل مضيع نص ميزانيه المسلسل او اكتر كمان على البدل والشياكه والسلو موشن. برضه ماشي في الصاله سلو موشن، قاعد بيقرا كتاب عادي في الريسبشن برضه سلو موشن، قاعد بيحتسي قهوته الصباحيه الفيروزيه في هدوء وسلام برضه سلو موشن. والصراحه الاستاذ محمد رجب ما اثرش ابدا في الشياكه لدرجه انه
انه قاعد في اوضه نومه بالبدله وكله براندات. على عينك يا تاجر، اتفرج اتفرج يا صاحبي، ممنوعات يا صاحبي. ونروح للجائزه اللي بعد كده معانا، وهي جائزه افضل ممثله في رمضان 2026 واللي تستحقها بجداره الفنانه درة في دورها في مسلسل علي كلاي. الف شكر ليكم كلكم، جابلكم في الافراح. وانا طول المسلسل مشفق على الفنانه درة، طول المسلسل ملبسينها عبايات خفاشيه غريبه جدا، مش عارفين جايبينها لها منين، ومش عارفه تمشي، بحس انها هتتكعبل وهي ماشيه فيها. وملبسينها حلقه 2 كيلو في ودنها، وشحمه ودانها هتقع من تقل، وخانقينها باكسسوار مستوحى من طائر الرخ تقريبا، عامل لها التهاب في زورها والله. وعلشان كده انا بدي هذه الجايزه للفنانه درة اللي استحملت، والله ما فيش فنانه استحملت للفنانه درة استحملته الموسم ده. اكسسوار والله يموت اي انسان طبيعي، مفيش انسان يا احمد العوضي نفسه في المسلسل ما كانش يستحمل الاكسسوارات دي. انا الناس بتحبني، وربنا يسامحني على الكذب اللي انا عمال بكذبه ده، واشوفكم على خير في فيديو جديد قريب. سلام عليكم.